من الأمور اللي ميسرة في الإسلام المسح على الجبيرة. والجبيرة هي ذيك الأعواد ولا الساق ولا الفاصمة ولا القبص ولا أي حاجة كتحط على موضع ديال الجرح ولا الكسر ولا الفديع باش تساعدوا على سرعة الشفاء وتخفيف الألم. والطريقة الصحيحة أنه ملي يمشي يتوضا يغسل الأعضاء اللي هي صحيحة، وملي يوصل للموضع ديال الجبيرة يكفي أنه يمر عليها بيديه ويمسحها. وكذلك إلا كان كيغتاسل مثلا من شي جنابة وعليه الجبيرة فماشي لازم عليه يزولها، وإنما يغسل الجسد ديالو كله، وملي وصل الموضع ديال الجبيرة يكفي أنه يدوز عليها بالمسح. والأمر الثاني، إذا كان العضو اللي عليه الجبيرة كيبان منه شي حاجة من الجسد فيغسل هذاك الشيء اللي باين ويمسح على الجبيرة. مثلا إذا كان داير الجبيرة على يديه ولا رجليه وكيبانوا الصبيعات، فالصبيعات مادام أنهم كيبانوا خص يغسلهم بالماء ولا بد، وعاد ديك الساعة يدوز على الجبيرة بالمسح مسحا كاملا. والأمر الثالث أن المسح على الجبيرة كيبقى مستمر حتى يبرى لك العضو، وهذا ماشي بحال المسح على الخفين اللي فيه غير يوم وليلة المقيم و3 أيام المسافر. لا، الجبيرة كتضل تمسح عليها وتمسح عليها ولو يدوزوا عليك الشهور، المهم المدة ديالو حتى يبرى لك العضو. والوقت اللي يجيب ليه الله عز وجل الشفاء في هذاك العضو فهنا واجب عليه يزول ديك الجبيرة باش يغسل العضو في الوضوء ديالو أو الغسل.